الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات سنة 6 ابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنحل في 3 نماذج امتحانات في كتاب المدرسة، إن شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان، وفي زي اختبار الوحدة بتاع الإحصاء بالمرة نحله عشان يبقى الحلقة دي فيها استفادة كبيرة ليكم بإذن الله. أول حاجة اختبار الوحدة في الإحصاء. صنف مجموعة البيانات التالية بيانات كمية وأخرى وصفية. رحت أنا عامل جدول. إيه الوصفي؟ ألوان علم الوطن. أي سؤال إجابته كلام مش أرقام يبقى ده وصفي. الحالة الاجتماعية اللي هي أعزب ومتزوج. الجنسية اللي هي ذكر أو أنثى. التقدير جيد، جيد جدا، ممتاز، مقبول. نوع الكتاب اللي تقرأه كتاب شعر، كتاب نثر، كتاب قصة. لون الزي المدرسي لبني، كحلي. الهواية المفضلة لعب الكورة، قراءة. تمام. أما الكمي فاخترنا من هنا العمر لأنه 15 16. الإجابات هتبقى أرقام. درجات اختبار الرياضيات 15 من 20، 16 من 20. الوزن 70 كيلو، 200 كيلو. درجة الحرارة 22 30. الطول 175 200 270. عدد الإخوات. كل الإجابات هتلاقيها أرقام. ده كان السؤال الأول. إيه رأيكم؟ سهل جدا، بسم الله. السؤال الثاني: أخذت عينة عددها 33 سائح من أحد الأفواج الوافدة إلى مدينة الأقصر. يعني مثلا 6-7 آلاف سائح، واخد بالك، واحنا منقين أتوبيس كده في 33 واحد وقلنا لهم تعالوا. قعدنا نشوف، لقينا ده روسي وده أمريكي وده إنجليزي وده إيطالي. عاوز إيه أنت دلوقتي؟ كون جدول تكراري بسيط للبيانات الوصفية دي وبعدين جاوب على الأسئلة دي. يلا بينا. الجدول التكراري البسيط اهو. كم واحد روسي؟ هنلاقوا روسي، روسيين، 3 روسيين، لقيناهم 9. كم واحد امريكي؟ امريكي 2، لقيناهم 7. كم واحد انجليزي؟ انجليزي 2 3، لقيناهم 5. كم واحد ايطالي؟ ايطالي 2 3 4، لقيناهم 8. فرنسي لقيناهم 4. المهم المجموع في الاخر 33. ما يبقاش في حاجة سقطت مننا. هو قال لي 33، مجموع الارقام دي 33، اذا انا ايه؟ صح. عاوز ايه تاني؟ اكثر الجنسيات اللي بيضمها الفوق. اكبر حاجة هنا ايه؟ الروسي، يبقى الروسي. عبر عن ذلك بنسبة مئوية. هما كام واحد؟ 9، مجموعهم 33، يبقى 9 على 33 في 100 يديك 27%. طب السؤال التاني: اقل الجنسيات. اقل حاجة هنا 4 اللي هي الفرنسي. تمام. حولها نسبة مئوية، يبقى 4 على 33 يديك 12%. بما تنصح القائمين على السياحة بمدينة الأقصر. ننصحهم بالمعاملة الحسنة للسائحين ونظافة المدينة. أي نصائح؟ تمام كده. السؤال سهل أيضا. السؤال الثالث، وهو ده بقى السؤال اللي ما يعلم به إلا ربنا. في مسابقة لاجتياز اختبارات القبول في إحدى الكليات الرياضية. كانت أوزان 40 طالب. يعني في ناس مثلا داخلة كلية حربية مثلا، وبعدين هم هيوزنوا الطلبة، ومعانا 40 طالب هنوزنهم. فلقوا الأوزان بتاعت 40 طالب زي ما حضرتك شايف كده. كون جدول تكراري، تمام، للأوزان اللي سابقة، وبعدين ارسم منحنى تكراري وبعدين جاوب على الأسئلة الآتية: ما عدد الطلاب المتقدمين الأكثر وزنا والنسبة المئوية بتاعتهم، وعدد الطلاب المتقدمين اللي يبلغ وزنهم أقل من 60 كيلو جرام، وما النسبة المئوية. الفكرة إن أنت تكون جدول وترسم المنحنى. دي بيانات كمية، أرقام. اتعلمنا إن أنا آخد الأرقام دي وابتدي أشوف أكبر رقم وأصغر رقم. لقينا إن أصغر رقم 50 وأكبر رقم 90، يبقى على طول 50 60 70 80 90. خلاص تمام. من غير بقى ما أشوف بقى إيه وأقسم المدى لا. من 50 ل 59 هشوف أدي 50 53 معانا، أي حاجة و50 معانا، 59 معانا، 58 معانا، 56 معانا، 56 معانا، 54 معانا، 51 معانا، 57 معانا، يبقى أي حاجة و50 معانا. لقيناهم 9. من 60 ل 69 أي حاجة و60 معانا، 65
66 63 64 60 65 60 60 66 60 لقيناهم 10. 70 من 70 ل 79 أي حاجة و70 معانا لقيناهم 11. 80 ال80 وأي حاجة من 80 معانا لقيناهم 7 لقيناهم 3. جمعنا دول طلع 40. يبقى أنت مفيش حاجة هربت إيه منك. طبعا إحنا كل 5 شرط بنعمل إيه خط كده، يبقى دول 5. فاهمين؟ يبقى 5 و5 10. هنا 5 و4 9. تمام. طيب بنشطب بقى الخانة اللي في النص دي كده اهي. يبقى دي المجموعة بتاعتنا. الجدول التكراري بتاعك اهو. 50 شرطة في 9، 60 شرطة 10، 70 شرطة 11، 80 شرطة 7، 90 شرطة 3. عاوزين نرسم المنحنى التكراري. قال لك انت مش بترسم المنحنى بالطريقة دي، بتجيب حاجة اسمها مراكز الفئات. يعني هنا 50 وهنا 60، يبقى في نصهم كام؟ تجمع 50 زائد 60 110 على الاتنين 55. تمام. ودي زائد دي على الاتنين يبقى 65، وهنا 75 وهنا 85 وهنا 95 اهو. وبتحط التكرارات زي ما هي، وتيجي تحط التكرارات على المحور الرأسي هنا اللي هي 9 و10 و11 و3 و7. دول سهلين، يبقى نكتب 1 2 3 4 5 6 اهو لغايه 11. وهنا المراكز بتاعه الفئات انا بكتب المجموعات هنا 50 60 70 80 90، بس لما اجي ارسم ال 55 ما بين الايه ال 50 وال 60 هنا اهي لغايه ال9 واحط نقطه، يبقى ال 55. ال 65 اللي هي ما بين ال 60 وال 70 واحط عند ال 10 نقطه. ال 75 واحط ايه عند ال 11 نقطه. ال 85 واحط عند ال 8 نقطه. اللي عند 7 نقطه. ال 95 اهي واحط عند ال 3 نقطه واوصل. خلصت يا مستر. خلصت كده المسألة. طيب زي الفل. في مشكلة كده؟ مفيش مشاكل. ننتقل الآن إلى نماذج امتحانات كتاب المدرسة. أولا نماذج الامتحانات دي طبعا مدارس قليلة أوي بيخلوا الطلاب تجاوب في كراسات إجابة، ومعظم المدارس أنت بتجاوب في نفس الكراسة. تعال نشوف بقى إزاي هنجاوب. دايما لو أنت شاكك في أي حاجة تجاوبها بالقلم الرصاص. لو حاجة متأكد منها خلاص تمام اكتبها بالقلم الجاف. أول سؤال أكمل العبارات الآتية. يمكن أولياء الأمور ما بينصحوش أولادهم إزاي يجاوبوا في الورقة، هما بيركزوا إزاي المسائل الصعبة تتحل. طيب 39 يوم فيهم كام أسبوع؟ طب هو يا فندم الأسبوع في كام يوم؟ الأسبوع في 7 أيام. يبقى أنا هقسم 39 على 7. لما أجي أقسم 39 على 7 يديني 5.57 من 100. طبعا أنا بقرب لأقرب وحدة. طبعا دي 5 يبقى هتزود اللي بعدها 1 يبقى 6 أسابيع. السؤال الثاني إذا كان حجم متوازي مستطيلات 64 ومساحة القاعدة 16 يبقى الارتفاع كام؟ القاعدة بتقول إيه؟ إن حجم متوازي المستطيلات بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. نستنتج إن الارتفاع بيساوي الحجم على مساحة القاعدة. الله ينور. طالما الارتفاع اللي هو عين بيساوي الحجم على مساحة القاعدة، أشيل الحجم وأحط 64 وأشيل مساحة القاعدة وأحط 16، يبقى 64 على 16 فيها إيه؟ فيها الأربعة. طب حابب أتأكد أضرب 4 في مساحة القاعدة، عين في مساحة القاعدة يدينا الحجم. 4 في 16 ب64. السؤال رقم 3. إذا كان طول حشرة في الحقيقة، حشرة صغيرة نملة ولا حاجة، 3/10 ملم، يعني حاجة ما تشافش، فيروس كده، وكان طولها في الصورة جه واحد يرسمها فكان مكبرها شوية عملها 4.5 سم، يبقى مقياس الرسم كام؟ احنا عارفين ان مقياس الرسم الطول في الصورة الى الطول الحقيقي. الله ينور عليك. يبقى 4.5 سم الى 3/10 ملي. احسنتم. طيب يبقى الطول في الصورة 4.5 سم ل3/10 ملي. ما ينفعش يبقى هنا حاجة وهنا حاجة. نعمل على أصغر وضع اللي هو المليمتر، وهنا أحول السنتي الملي. السنتي فيه 10 ملي، يبقى هضرب 4.5 في 10 يديك 45، يبقى 45 ل3/10.
انا مش عايز اي علامة من 10، يبقى دي ايه؟ 3 من 10. انا مش عايز حاجة من 10، يبقى اضرب في 10، دي اديني 3، يبقى هضرب ال 45 ايضا في 10. طالما الحاجة اللي هتعملها هنا لازم تعمل زيها هنا. تمام. 45 في 10 ب 450، يبقى 450 ل3. نقسم أو نختصر على التلاتة، فيها 150 إلى 1، يبقى المقياس الرسم 150 إلى 1. كل 150 سنتي على الصورة يقابلها سنتي متر واحد في الحقيقة. مساحة المثلث اللي حافظ مين؟ نص طول القاعدة في الارتفاع. إذا كان أ إلى ب 2 إلى 3 وب إلى ج 3 إلى 5، يبقى أ إلى ج كام؟ هعلمك حاجة حلوة أوي. طالما أ إلى ب انتهى ب وهنا ابتدى ب، وكان نفس الرقم بتاع ب هنا 3 وب هنا 3، يبقى أ تاخد 2 وج تاخد 5. لو كانوا مختلفين يبقى تعمل بقى أ إلى ب وب إلى ج وتضرب بقى، تعمل السهم اللي انت فاكره بقى. لكن طالما هنا ب ب3 شبه ب اللي هنا ب3، خلاص يبقى أ أول واحدة 2 وهنا ج آخر واحدة 5، يبقى أ إلى ج 2 إلى 5. جميل. وتجاوب كده في الامتحان زي ما أنا بجاوب، مفيش مشكلة. يعني هو أكمل، هو مش طالب منك تفسر وتبين والكلام ده كله. الجدول لو أنت حابب تفسر لنفسك زي ما أنت شايف كده. الجدول المقابل بيبين درجة 40 طالب في أحد الاختبارات. عدد التلاميذ اللي حصلوا على درجة أقل من 30. طب وفين ال30 أهي؟ اللي أقل منها ال20 وال10، يبقى عدد التلاميذ ال13 وال10 23 تلميذ. السؤال الثاني، تخير الإجابة الصحيحة. المدى المدى يا مستر أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر رقم 9، أصغر رقم 3. 9 ناقص 3 6، يبقى الحل 6. الطلبة بتغلط فيه هنا، إنها تروح مش شايفة أصغر رقم، فبدل ما يقول 3 يقول 5 مثلا. كده حضرتك حليت المسألة غلط. يبقى على الرغم من سهولتها، على الرغم من إنها ممكن تروح مني بسهولة. رقم 2، 3 على 4 عايز أحولها لكسر عشري. يبقى على طول المقام ده إما إن أنا أحوله ل10 أو أحوله ل100 أو أحوله ل1000. أشوف بيقبل الاسم على 10؟ لا. بيقبل الاسم على 100؟ يديني 25. يبقى هضرب في 25 فوق على 25 تحت، يديني 75 على 100. 75 على 100 يعني 75 من 100. بس خلاص. شايفين السهولة؟ تمام. جرار بيحرد 28 فدان في 4 ساعات. طيب 42 فدان هيحرتهم في كام ساعة؟ على طول طرفين في وسطين. 28 فدان في 4 ساعات تبقى 42 فدان في كام ساعة؟ شايف أنا حطيت فدان تحت فدان والساعة تحت الساعة، يبقى طرفين في وسطين. 42 في 4 على 28 يديك 6. طيب السؤال اللي بعد كده، في الشكل اللي قدام حضرتك ده أ ج د هتساوي كام؟ هقول له لحظة واحدة. انت مش عندك ب في 100؟ يبقى د اللي في وشها دي كمان بايه؟ ب100. برافو. طب مش أ ج د ده مثلث؟ ومجموع زوايا المثلث 180. ايوه. وعندي دي ب100 ودي ب35. ايوه. معرفش اجيب دي. احسنت. 180 ناقص ال100 ناقص ال35 يديك 45 درجة. تمام. السؤال رقم 5، 2 على 5 يساوي س على 15. تبقى الس بكام؟ لها طريقتين حل. هي ال5 ضربها في كام بقت ب15؟ ضربها في 3، يبقى اضرب 2 في 3 ب6. ادي اول حل. او طرفين في وسطين، 2 في 15 على 5 يديك 6. 2 في 15 ب 30، 30 على 5 يديك 6. البيانات اللي انا جايبها لك دي كلها وصفية، يعني الاجابة بتاعتها رقم كلام، ما عدا حاجة واحدة. اللون المفضل وصفي، العمر كمي، مكان الميلاد وصفي، فصيلة الدم وصفي، يبقى هو العمر بس اللي كمي. تمام. ننتقل إلى السؤال الثالث.
وعاء به 12 لتر زيت. يعني أنا معايا حتة صفيحة كده فيها 12 لتر زيت، عايز أنا أعبي ال 12 لتر دول في أزايز صغيرة، كل إزازة هتشيل 400 سنتيمتر مكعب. يبقى أنا محتاج كام إزازة؟ يبقى أنا معايا حجمين، الحجم الأولاني 12 لتر والحجم التاني 400 سنتيمتر. هقسم ده على ده. طيب هتقابلني مشكلة، إن هنا مقيم لي دي باللتر ومقيم لي دي بالسنتيمتر المكعب، يبقى أنا لازم أحول الكبير للصغير. هو اللتر فيه كام سنتيمتر مكعب؟ فيه 1000 سنتيمتر مكعب. يبقى أنا هضرب 12، لأن اللتر عبارة عن ديسي متر مكعب، والديسي متر فيه 10 سنتي، لكن مكعب يعني فوقيه 3، يعني 10 في 10 في 10 يبقى 1000. يبقى هضرب 12 في 1000 ب 12000 إلى على 400. هقسم بقى خلاص، دي بقت سنتي ودي بقت سنتي. 12000 على 400 يديك 30 زجاج. عايزين 30 إزاز. طيب السؤال التاني، احسب تمن البيع لمجموعة أجهزة كهربائية اشتريناها ب 72000 جنيه وكانت نسبة المكسب 12%. طيب هروح أعمل كذا، هو قال لي ده تمن الشراء، أحط تمن الشراء، وقال لي مكسب ويبقى في تمن بيع، احسب تمن البيع. دايما يا ولاد تمن الشراء 100% دايما، وهشوف المكسب اللي هو جايبه لي 12، يبقى تمن البيع ال100 زائد ال12 112. طب لو كان خسارة يبقى ال100 ناقص كذا يديني كذا. هو جايب لي تمن الشراء، احطه تحت تمن الشراء. عايز ايه انت؟ تمن البيع، يبقى طرفين في وسطين، 72000 في 112 على 100 يديك 80640 جنيه. يبقى هو اشتراها ب 72000 باعها ب 80000 كسب 8000 وشوية، هم دول ال 12 في المية. ما تنسوش اللايك والتعليق والشير، ومتشكر ليكم جدا. السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع. خلي بالك، شوف انا بحل في نفس الورقة اهو، خايف الورقة او الحتة ما تاخدش معايا، واروح رايح كده كاتب الإجابة في ظهر الورقة، واروح قلب ظهر الورقة واقول إجابة السؤال الرابع ألف. فاهمني؟ عشان الراجل المصحح يعرف راسه من رجليه. مثلث النسبة بين قياسات زواياه 2 ل 3 ل 4. احسب قياس كل زاوية. هقول له حاضر. أنا معايا الزاوية الأولى والزاوية التانية والزاوية التالتة، لا معايا دي ولا معايا دي ولا معايا دي، بس أنا عارف مجموع قياسات زوايا المثلث 180. صح؟ تمام. وجاب لي النسبة 2 إلى 3 إلى 4، مجموع النسب 9، طرفين في وسطين، يبقى دي 2 في 180 على 9، أجيب الأولى 40. 3 في 180 على 9 أجيب التانية 60. 4 في 180 على 9 أجيب التالتة 80. اجمعهم كده 40 و60 100، 180 يديك 180. يبقى أنا جاوبت صح. ب. مكعب من المعدن. عندي حتة مكعب كده طول حرفه 12 سم، عايز اسيحه واحوله الى سبائك صغيره كده. تمام. السبيكه على شكل متوازي مستطيلات ابعادها 3 و4 و6. لما اسيح دي اقدر اعمل كام سبيكه من دي؟ يبقى احسب حجم دي وحجم دي، ومن حسن حظي ان جايب لي دي بالسنتي ودي بالسنتي. طب حجم المكعب، طول الحرف في نفسه يبقى 12 في 12 في 12 ب 1728 سنتيمتر مكعب. تمام. حجم السبيكة اللي هي متوازي الأضلاع، طول في العرض في الارتفاع، اللي هو حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة، 3 في 4 في 6 ب 72 سنتيمتر مكعب. هنقسم ده على ده يديك 24 سبيكة. السؤال الخامس. اشترك 2 في تجارة، ده ألف، لسه فاضل ب، فدفع الأولاني 5000 جنيه والتاني 8000 جنيه. في نهاية السنة هما الاتنين مع بعض كسبوا 3900 جنيه. طيب هنعمل جدول طرفين في وسطين، الأول دفع 5، التاني دفع 8، يبقى هما الاتنين دفعوا 13. المكسب بتاعهم هما الاتنين 3900. عايزين كل واحد مكسبه كام؟ يبقى 5000 في 3900 على 13 يديك الأول 1500، والتاني 8000 في 3900 على 13 هيديك 2400 جنيه. في حاجة صعبة؟ الحمد لله كله سهل. آخر سؤال في الامتحان،
الجدول التالي يبين درجات 100 تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات. بس لسه الإحصاء ماشي. طيب الدرجات كالتالي كذا وكذا وكذا وكذا. عايزين نرسم منحنى تكراري. أنا عشان أرسم منحنى تكراري لازم أجيب مراكز الفئات. يعني 10 وال20 بينهم كام؟ 15، اللي هي 10 زائد 20 على 2 يديك 30 على 2 15، وهنا 25، وهنا يبقى هنعمل جدول اسمه مراكز الفئات أو مراكز المجموعات. 15 25 35 45، والتكرارات أحطها زي ما هي. هو في الامتحان كده كده لازم يديك ورقة بتاعت رسم بياني زي دي كده. ليه؟ دي سهلة بقى. ادي يا سيدي التكرارات، المجموعات هنا اللي هي ال10، اوعى تحط المراكز هنا، لا المجموعات 10 20 30 40 50. المسافات خلي بالك تعملها متساوي، تعمل المسافات ايه؟ متساوي. يعني المسافة تعملها المسافة من هنا لهنا متساوية. يعني مثلا ايه؟ هتسيب هنا مربع 10 مربعات صغيرين، وهنا هتسيب 10 مربعات صغيرين معايا. هنا الارقام لغاية 40 تمام، يبقى لازم اقسم الارقام لغايه 40 بنسب متساويه. فانا همشي 5 10 15 20 25 30 35 40. ما ينفعش تكتبهم زي ما هما كده، لازم تكتبهم بشكل المسافات ما بين كل رقم والتاني متساوي. اول حاجه 15 و15، ال 15 هنا لغايه ال 15 هنا احط نقطه. 25 و30، ال 25 اهي في النص اهي لغايه 30 اهي. 35 و40 اهي في النص اهي اهي. 45 و15 اهي، وصلهم ببعض. خلاص خلصت. الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي مشكلة. كده خلصنا النموذج الاول، ما خدناش فيه تلت ساعة صح؟ انت في الامتحان بيديك ساعة ونص او ساعتين بتحل، يعني خد اقل على الاقل من مهلك. جاوب بالرصاص وامسح وتأكد من إجابتك، ويعلم على السؤال اللي أنت اللي شاكك فيه مش عايز تحله دلوقتي، بحيث ترجع له بس تبقى معلم عليه علامة كده، أنت عارف إن العلامة دي معناها إن أنا لسه ما حلتش السؤال، وبالراحة خالص. النموذج الثاني، السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس. أنا لو عندي إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة يبقى الشكل مستطيل. طب معلش يا مستر ليه مش مربع؟ لأن متوازي الأضلاع القطرين فيه مش متعامدين، في المربع القطرين متعامدين صح ولا لأ؟ تمام كده. طيب 24 على 5 بتساوي كام؟ 24 على 5. طب يا مستر ال 24 هي الخمسة دي يا 20 يا 25. لو 25 كانت هتديني 5 صح؟ طيب 20 كانت هتديني 4، دي ما بينهم الاتنين يبقى 4 وحاجة، يبقى الحل هيبقى 4 وكسر. 4 وكام بقى؟ هنا 20 على 5 فيها 4، ودي 24. 24 ناقص ال 20 يديني 4، و4 على 5. فهمتوا ازاي؟ تاني، ال 24 عايز اقسمهم لرقمين، رقم يقبل الاسم على 5، والرقم التاني يتحط على الكسر زي ما هو. هقول والله ال 24 عبارة عن 4 على 5 زائد 20 على 5. 20 على 5 فيها 4، ولا 4 على 5 تفضل زي ما هي. صعبة؟ أو في حل تاني، تبدأ تجرب الحلول دي. 4 في 5 ب20، 20 في 1 ب21، دي 24 يبقى الحل غلط. 3 في 5 ب15، و2 17، 24 يبقى غلط. 4 في 5 ب20، و4 24، دي صح يبقى هي دي. شايفين الإجابة عاملة ازاي؟ طيب إذا كانت درجات 6 تلاميذ في أحد الاختبارات هي دي، يبقى المدى إيه؟ أكبر واحد ناقص أصغر واحد. 49 أكبر واحد، لا غلط يا مستر، ده 57. شايف اللخبطة؟ ناقص أصغر رقم 33، لا يا مستر ده 29. يبقى 57 ناقص 29 يديك 28. السؤال رقم 4، إذا كان 4 على 6 يساوي 12 على س، فإن س زائد 2 يساوي كام؟ طيب نبص، الأربعة ضربها في كام بقت ب12؟ ضربها في 3، يبقى هيضرب ال6 في 3
تبقى ب18، يبقى س ب18. أو طرفين في وسطين 6 في 12 على 4 هيديك 18. هو مش عايز س، هو عايز س زائد 2، يعني 18 زائد 2 يديك 20. يبقى الحل 20 مش 8. اللي يحل 18 تبقى غلط، لأن هو مش عايز س، هو عايز س مضاف إليها 2. 1 و3 على 4 يساوي كام في المية؟ ارفع الكسر. 1 في 4 ب4 و3 7 على 4. أو أنا عارف إن ال3 على 4 دي 75%، والواحد ده يعني 100%. 100% و75% يبقى 175%. تمام؟ أو هعمل 1 في 4 ب4 و3 7 على 4. أنا عايز أحول ال4 دي ل100 لأنه عايز النسبة مئوية. يبقى أضرب 100 على 4 فيها 25. يبقى هضرب ال4 في 25 وهضرب البسط أيضا في 25. 25 في 7 ب175 و4 في 25 ب100 يبقى 175%. السؤال رقم 6. من كبير ده ولا ده؟ طرفين في وسطين. أو هضرب المقامين في بعض. 614 في 145 هيديني 614 في 145 هيديني 89,030. ماشي؟ هقسم 89,030 على 614 يديك 145 في 513 يديك 74,385. والناحية التانية هي نفس المقام، هقسمه على 145 يديك ايه؟ 614. اضربه في 432 تديك 265,248. المقامات بقت شبه بعض، يروحوا مع بعض. مين الكبير؟ 74,000 ولا 265,000؟ أكيد طبعا 265,000 الكبير. شايفين؟ ولازم هو دلوقتي بيعتمد على ان انا يلخبطني لما ايه؟ يجيب لي ارقام كبيره، لكن هي القاعده واحده وانا متلخبطتش ولا حاجه. السؤال اللي بعد كده قال لي البيانات دي العمر، اكمل العبارات الاتيه: العمر، الطول، الوزن، الاكل المفضل. بيانات كميه ما عدا ايه؟ يعني بيانات اجابتها ارقام ما عدا ايه؟ ما عدا الاكل المفضل. تمام. علبة من الخشب على شكل مكعب حجمها 1000 سنتيمتر مكعب وسعتها 729 سنتي. يبقى حجم الخشب ايه؟ هو بيقول لي انت معاك علبة خشب. حلو. حجمها من بره، يعني ايه حجمها من بره؟ يعني الطول في العرض في الارتفاع من بره 1000، وسعتها يعني الابعاد بتاعتها من جوه، يعني الطول والعرض والارتفاع من جوه 729. يبقى حجم الخشب حاصل الطرح بتاع ده ناقص ده يديك الخشب نفسه او السمك بتاع الحلة او العلبة 271 سم. الجدول اللي قدام حضرتك ده بيمين درجات 50 طالب في الرياضة. عدد التلاميذ اللي حصلوا على اقل من 40 كام؟ ادي ال 40، اقل منها ال 30 وال 20 وال 10. يبقى هجمع 20 و15 و5 يديني 40 تلميذ. 40 تلميذ. اذا كان ارتفاع سور فيلا هو 5 سم في ورقة يعني في التصميم، وفي الحقيقة 6 متر، مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول الحقيقي يبقى 5 سم ل 6 متر. لازم احول المتر للسنتي. المتر فيه 100 سنتي يبقى 5 ل 600. طيب 5 على 5 1 و600 على 5 120 يبقى 1 إلى 120. في صعوبة؟ إن شاء الله ربنا ما يجيبش الصعوبة. السؤال اللي بعد كده 3 على 4 زائد 5 ونص يساوي 7 ناقص كام؟ الأول نجيب 3 على 4 زائد 5 ونص. 3 على 4 ما فيهاش مشكلة نكتبها زي ما هي. 5 ونص 5 في 2 ب10 وواحد 11 على 2. طب اجمع. هوحد المقامات ازاي؟ قال لك والله على 4. كلهم على 4. تمام؟ على 4 فيها 1 في 3 ب3 و4 على 2 فيها 2 في 11 ب22 يبقى 3 زائد 22 المجموع يديني 25 على 4. ده المجموع. طيب هو ال 25 على 4 دي عبارة عن 7 ناقص كام؟ يعني 7 ناقص كام يديني 25 على 4؟ يعني لما اقول لك 10 ناقص كام يديني 4 تقول لي 6. جت ازاي؟ طرح ال 10 ناقص 4 يبقى 7 ناقص 25 على 4. طب السبعة دي كام على 4؟
28/4. صح ولا لأ؟ صح. يبقى 28/4 ناقص 25/4 يديك 3/4. السؤال اللي بعد كده، تستهلك سيارة 20 لتر من البنزين عشان تمشي 250 كيلومتر. معدل الاستهلاك يعني الكيلومتر الواحد، معدل الاستهلاك يعني الكيلومتر الواحد يصرف كام لتر؟ تمام؟ طيب يبقى برضو اهو حتة مربع صغير كده، 20 لتر بيمشي 250 كيلو، يبقى الكيلو الواحد ياخد كام لتر؟ 20 في 1/250. تمام؟ يديك 8 لتر لكل كيلو متر. تمام. السؤال الثالث، اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع، فدفع الأول 15,000 والتاني 25,000 والتالت 20,000. نهاية السنة هما التلاتة مع بعض كسبوا 5,520 جنيه. يبقى نصيب كل واحد منهم كام؟ طرفين في وسطين، الأول والتاني والتالت. ده دفع 15 وده دفع 25 وده دفع 20. مجموع اللي دفعوه التلاتة 60. مجموع ربحهم 5,520. يبقى نصيب الأول 5,520 في 15 على 60 يديك 1,380. بعد كده التاني 25 في 520 على 60 يديك 2,300. التالت 20 في 5,520 على 60 يديك 1,840 جنيه. في مشكلة في الكلام ده؟ لا مفيش مشكلة. يبقى أنا بحب دايما إن كل المسائل تتحل طرفين في وسطين عشان الطلبة تتسهل عليها الموضوع. صب 10 لتر من الماء في طبق. الطبق ده على شكل متوازي أضلاع، قاعدته على شكل مربع. طول ضلع المربع ده 25 سم. ارتفاع المية قد إيه؟ يبقى هو جايب لي الحجم 10 لتر أهو، وجايب لي مساحة القاعدة 25. لا ده جايب لي طول الضلع من جوه 25. يبقى مساحة القاعدة 25 في 25، لأن القاعدة على شكل مربع، الطول بيساوي العرض. طيب اوجد الارتفاع. يبقى الارتفاع بيساوي الحجم على مساحة القاعدة. يبقى 10 لتر على 25 في 25. طب بس أنا عايز أحول اللتر لسنتي. طيب حجم الإناء بيساوي 25 في 25 في عين. طيب اللتر أحوله يبقى 10,000 سنتيمتر مكعب. خلاص؟ تمام. يبقى 10,000 سنتيمتر مكعب هقسمهم على 25 في 25 يديك 625. يبقى عين تساوي 16 سنتيمتر. تمام؟ لأن عين تساوي مساحة القاعدة، الحجم على مساحة القاعدة، الحجم 10,000 ومساحة القاعدة 625. يبقى 10,000 على 625 يديك 16 سنتيمتر مكعب. السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع، مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها 360 تلميذ. ماشي. النسبة بين عدد الولاد للبنات 1:2. حاضر. احسب كل من الولاد كام والبنات كام. جدول البنين والبنات مجموعهم 360. قال لي 1:2، ادي 1:2 مجموعهم 3. البنين يبقى 1 في 360 على 3 يديك 120. البنات 2 في 360 على 3 يديك 240. تمام. السؤال الخامس، ألف اشترت هبة موبايل ب660 جنيه وكان عليه خصم 15%. احسب السعر الأصلي. أهو ثمن الشراء الخصم ثمن البيع. هي اشترته يبقى ده ثمن البيع من المحل. احنا بنتعامل مع المحل مش مع الراجل اللي اشترى وباع. خلاص؟ اشترت هبة من المحل يبقى المحل باع. خلاص يبقى 660 ده البيع. حتى بيقول لك احسب الثمن الأصلي، يعني المحل اشتراه بكام. تمام؟ تمام. دايما بنحط ثمن الشراء 100، الخصم هو مديوني 15. ثمن البيع طبعا طالما خصم يبقى بطرح 100 ناقص 15 85. ثمن الشراء 100 في 660 على 85 يديك 776 جنيه تقريبا. تمام يا حضرتك؟ تمام. السؤال اللي بعد كده،
في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع. أ ب ده ب6 سم، ب م الحتة الصغيرة دي ب3.8 سم، زاوية ج الحمرا دي ب70 درجة. اوجد بدون استخدام الأدوات الهندسية قياس زاوية أ د ج. تاني حاجة محيط المثلث ب ج د. أول حاجة أ د ج يساوي كام؟ هقول طالما ده متوازي أضلاع يبقى كل زاويتين متجاورتين جنب بعض يساوي 180. دي عندي 70، يبقى اللي فوق منها 110 ناقص 70 يديك 180 ناقص 70 يديك 110 درجة. بعد كده عايزين أطوال أضلاع المثلث ده. هقول له والله محيط المثلث ب ج د يعني مجموع أطوال أضلاعه، يعني ب ج زائد ج د زائد د ب زائد د ب. تمام. طيب ب ج ب7 سم زائد ج د ب6 سم. ليه؟ لأن أ ب بيساوي ج د، كل ضلعين بيبصوا على بعض بيساووا بعض ويوازوا بعض. ب م ب3 سم، يبقى ب د كله 3 و8 زائد 3 و8 7 و6 سم اهو. يبقى هيساوي 7 زائد 6 زائد 7 و6 يديك 20 و6 سم. آخر سؤال في الامتحان، الجدول ده بيبين عدد الساعات اللي بيقضيها 40 تلميذ في استذكار دروسهم. تمام؟ مثل البيانات دي بالمنحنى التكراري. أول حاجة نعملها نجيب مراكز المجموعات. طب يا مستر ده هنا جايب 1 و2، المركز إيه؟ تجمع 1 و2 3 على 2 1.5، يبقى الرقم اللي بينهم 1.5، وهنا 2.5، وهنا 3.5، وهنا 4.5، وهنا 5.5 أهو. والتكرارات بتكتبها زي ما هي. الرسمة البيانية أهي. ادي محور السينات وادي محور التكرارات المجموعات اهي، الواحد والاثنين والتلاته واربعه وخمسه وسته اهو، والتكرارات اهو. هو عايز 1.5 و6، يبقى هنا في النص و6 اهو، 2.5 و3 اهو، 2.5 و3. شايف التلاته ما بين الاثنين والاربعه، 3.5 و8، 4.5 و12، 5.5 و11 اروح موصلهم ببعض. خلصت الرسم وخلص كده الامتحان التاني. ما تنسوش ان شاء الله الاعجاب والتعليق والشير ضروري على الفيديو. طيب الامتحان التالت واخر امتحان معانا ده للطلبة المدمجين، طلبة ذوي الاعاقات، الطلبة اللي عندهم ظروف خاصة. السؤال الاول اكمل ما يلي. 5000 جرام ل 8 كيلو جرام، يعني انا بحول الكيلو لجرام، يعني بضرب في 1000 يبقى 5000 ل 8000، 3 اصفار يروحوا مع 3 اصفار يبقى 5 إلى 8. 3 على 10 فيها كام في المية؟ أنا عايز ال10 اللي في المقام 100، يبقى أضرب في 10 على 10 يعني 30 على 100 ب30%. تمام. حجم متوازي المستطيلات، مساحة القاعدة في الارتفاع. 3 لتر كام سنتي؟ ال3 لتر يساوي 3 ديسيمتر مكعب. الديسيمتر مكعب أحوله في 1000 سنتيمتر مكعب يبقى 3000 سنتيمتر مكعب. السؤال التاني بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة. المدى أصغر قيمة أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، 50 ناقص 20 30. تمام؟ طب 2 على 3 بيساوي 10 على س، تبقى الس بكام؟ يبقى أضرب 3 في 10 على 2 يديك 30. على الاتنين فيها 15. كأنه بيقول لك ضرب 2 في كام ب10؟ 2 في 5، يبقى هتضرب 3 في 5 تحت في 15. قطرين متعامدين فين؟ قطران متعامدان في المربع بس. طول الحقيقي 6 متر والطول على الرسم 6 سم، مقياس الرسم يبقى 6 سم ل 6 متر، يروح 6 مع 6 يفضل 1 سم ل1 متر، المتر فيه 100 سم يبقى 1 ل100. أحسنتم. نيجي للسؤال اللي بعد كده. وصل دول. عدد أحرف المكعب 12، معلومة عامة. مقياس الرسم أقل من 1 يبقى تصغير، ولو أكبر من 1 يبقى تكبير. النسبة بين طول ضلع المربع المحيط 1 ل4.
جميع زوايا المستطيل كل واحدة فيهم 90 درجة. تمام. ضع صح أم خطأ. 1 و2 و6 و12 أعداد متناسبة. تعال نشوف 1 على 2 على 6 بيساوي 6 على 12 ولا لأ. يعني أول 2 بيساوي تاني 2 ولا لأ. 6 على 6 فيها 1، 12 على 6 فيها 2. الإجابة صحيحة، مفيش مشكلة. إذا كان عدد البنين 35% من عدد التلاميذ كلهم، فيبقى عدد البنات 20%. غلط، لأن هيبقى 1 ناقص 35% يديني 65%، يبقى دول 65%، يبقى العبارة خاطئة. اللون المفضل من البيانات الوصفية، أيوه، لأن الأحمر. الإجابة وصفية يعني ما فيهاش أرقام. حجم المكعب اللي طول ضلعه 3 إيه؟ يبقى 3 في 3 في 3 ب27. يبقى الإجابة دي غلط، والحل الصح هي 27 سنتيمتر أس 3 أو مكعب، لأن هي كاتبة لي مربع، ودي غلط برضه. السؤال اللي بعد كده في الشكل اللي قدام حضرتك ده، 1. أكمل العبارات الآتية. إذا كان أ إلى ب 2 إلى 3 وب ج من 3 إلى 5، نفس السؤال جه في الامتحان الأولاني. طالما عايز أ إلى ج، طالما ب ب2 ب3 وهنا ب ب3 شبه بعض، يبقى تاخد أ ب2 وج ب5، 2 إلى 5. في الشكل ده زاوية د بكام؟ زاوية د هتساوي زاوية ب، كل زاويتين متقابلتين يساووا بعض يديك 100 درجة. طيب بعد كده الجدول ده بيبين درجات 50 تلميذ في مادة الرياضة. ايه المطلوب؟ عدد التلاميذ اللي حصلوا على أقل من 20. ادي ال20 أقل منها ال10 يبقى 6 تلاميذ. طب اللي حصلوا على 40 درجة فأكثر، ادي 40 درجة فأكثر 14 طالب. بس كده يا مستر؟ بس كده، هو عايز كده بس. بكده نكون خلصنا ال3 امتحانات. انتظرونا ان شاء الله الحلقة الجاية هنحل امتحانات سلاح التلميذ كمان. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير بين اصحابكم، لان دي بجد حاجة هتفرحني قوي. مع السلامة.